قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم منهجا، فاستشار وأمر بالشورى، وربى على ذلك أصحابه. والشورى هي استنباط المرء الرأي من غيره فيما يعرض له من مشكلات الأمور، ويكون ذلك في الأمور الجزئية التي يتردد المرء فيها بين فعلها وتركها. وهي أحد صفات عباد الله المؤمنين. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. قال الحسن البصري: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم. ثم تلا: وأمرهم شورى بينهم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال بعض الحكماء: الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه. وقال بعض البلغاء: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء، ويجمع إلى عقله عقول الحكماء، فالرأي الفذ ربما زل، والعقل الفرد ربما زل. قال الشاعر: شاور صديقك في الخفي المشكل، واقبل نصيحة ناصح متفضل، فالله قد أوصى بذاك نبيه في قوله: شاورهم وتوكل. إشراقات